Waouh, regarde-moi ça à l'intérieur. Dinguerie quoi. اهلا وسهلا الخوت، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. دابا عاد فهمنا وعرفنا علاش هاد الجزائريين هادو كيخونوا لينا اي حاجه شافوها، يعني كيسرقوها. اي حاجه بانت لهم عند المغرب هي ديالهم. شناهم في هاد الاول الفيديو كما شفتوا على ان هذيك الفيرما كاينه في المحمديه، وصاحب يعني المكتب عقارات هو اللي بارطاجها في الصفحه ديالته، يعني كاينه في المحمديه وهذا صاحب العقارات كاين في مدينه مكناس، وبارطاجها عبر الفيسبوك باش يتصلوا به الناس اللي بغاو يشريوها. راكم عارفين مكتب العقارات الخدمه ديالته. ولكن المؤسف والمضحك في نفس الوقت هو ان هاد خوتنا جيراننا كما تنقولوا هزوا هاد الفيديو هذا، زادوا عليه يعني شي تخربيقات ديالهم، زادوا عليه الرايه ديال الجزائر، وبارطاجاو الفيديو على ان هاد الفيرما هادي كاينه في الجزائر وحاطين الثمن وكل شي ديالها. واش هادي ماشي تسطيه؟ ورا الحماق بعينيه. واش فرتو القفطان قلتو ديالنا، الكسكسو قلتو ديالنا، طاجين قلتو ديالنا، ايوا شنو بغيتو؟ واش بقى لكم غير تصاور حتى هما والفيديوهات تهزوهم من الفيسبوك؟ ايوا مني اتصلوا بكم الناس على اساس بغاو يشريو هذيك الفيرما منين غتجبدوها؟ كما شفتوا في الفيديو فهذه وهران، مدينه وهران. كتشوفوا هذا السائح هذا كيفاش تعجب لهاد المدينه هذه اللي كلها صراحه دمار بحال في الحرب. واخا غير مسرحيه وعارفين يعني كل شيء على ان هاد الشيء دايرينو هاد الخوت هادو غير مسرحيه. مول التبن كيهن ابراهيم غالب بتجديد انتخابه زعما زعيم البوليزاريو، وراه عارفين هاد الشيء غير مدايرينو بيناتكم. هذا عبد المجيد مول التبن تيطير من المقلق، ناض دار واحد الرساله، وجه واحد الرساله استفزازيه لهاد الساكنه ديال زعما تندوف، على اساس انهم نجحوا في التمسك بحقهم المشروع في تقرير مصيرهم وفقا لقرارات الامم المتحده والاتحاد الافريقي. ورسالته يعني اكد فيها على ان موقفه ثابت ودعمه ديما غادي يكون البوليزاريو في القضيه الصحراويه. وسير تنبق لا انت ولا هاد البوليزاريو معاك. يا لطيف عليك مامر، ما تقدرش تكمل فيهم حتى الشوفه. بوال الأركان شن قريحة ومن لا يعرفه مشى اليوم الاثنين في واحد الزيارة رسمية لفرنسا من بعد ما عيط عليه رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال تييري بوركان. يعلم الله بحالة الطيارة مسكينة كي دايرة مع البول. هاد الزيارة هادي اللي قالك غاجات في إطار تعزيز التعاون العسكري ما بين الجيش الوطني ديال الجزائر والجيش الفرنساوي. وصراحة اش غنقول لكم، تلاقيتو نيت هاد فرنسا تاهي ما كنعرفوا منين نشدوها، كتقرص وترجع للغار. ورا ما عدو قلب وما عدو نفس ومشى غادي حاضر راسو من بعد ما ايمانويل ماكرون قال على انه ما مستعداش فرنسا باش تعتذر للجزائر. هاد الشيء هذا تصريح اللي نوض واحد الحالة الغضب في الشارع الجزائري، وغادي حاضر راسو غادي عدل الله فرنسا يشوف شنو بغات. وفي هذا الوقت الصعيب والأزمة الكبيرة مع هذه الجزائر هذه اللي بغات تضرب في المغرب بقضية فلسطين، كاينه استعدادات لإنجاح سفر الوفدين البرلماني المغربي والجزائري. غيكون لقاء مع الخارجية قبل السفر والرباط عضو قوي في منظمة التعاون الإسلامي. الوفد البرلماني المغربي اللي غيشارك في هذه الدورة 17 لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر غادي يمشي غدا الثلاثاء 24 يناير، ولكن غادي يمشي عبر مطار كازا بطيارة فرنسية. كيستعد باش تكون المشاركة ديالو ناجحة ويتفادى الاستفزازات الجزائرية اللي رحنا عارفينها وطلعت لنا في الراس. هذا الوفد البرلماني غادي يكون مكون من 6 البرلمانيين، 3 في مجلس النواب و3 في مجلس المستشارين. غيكون مرافق بمحمد أوزين عضو مكتب النواب وأمين حزب الحركة الشعبية. وهذا الوفد البرلماني غيكون معاه فريق إداري اللي غيتلاقاو مع مسؤولين بوزارة الخارجية اليوم الاثنين باش يوضعوا النقاط على الحروف وخريطة طريق المشاركة.
كما عارفين فالمغرب هو اللي كيترأس لجنة القدس، يعني عنده واحد المكانة خاصة داخل هذه المنظمة. واخا الجزائر تحاول تحفر ليه 100 حفرة وحفرة وتولي زعما تزعم الدفاع عن القضية الفلسطينية، فأكيد ما غادا تصور والو. كاينه صراحة مخاوف يعني من الجزائر عاوتاني تخلط ما بين قضية فلسطين وقضية الصحراء، حيت هذوك الناس صراحة راه ما عندهمش المخ، عندهم شي حاجة وسط المخ، خصوصا من بعد ما الرئيس ديالهم عبد المجيد مولتبن أكد باللي جوج قضايا مهمة في الدبلوماسية الجزائرية، الأولى ديال فلسطين والثانية ديال قضية الصحراء. وانتم تشوفوا خاشين يفو في أي حاجة هاد السيد هذا كون كيفهم. فالمغرب رغم هاد الضغوطات كاملة ما بغاش يخلي الكرسي خاوي، واخا الحدود الجوية مسدودة ما بين البلدين، ولكن غادي يمشي في طائرة فرنسية حتى لفرنسا عادي توجه نحو الجزائر. ايوا فين ودنك ها هي، ولكن صراحة مزيان، اللهم الثقة حسن. والمغرب رفض سياسة إبقاء الكرسي خاوي، وخا منظمة التعاون الإسلامي باغي يعني يتحكم فيها غير محور الممانعة أو المحور ديال إيران وتركيا وخوتنا في القرونة اللي هما الجزائر، بالمقابل أنهم يضربوا محور التطبيع مع إسرائيل بقيادة المغرب والإمارات والسعودية. هاد التظاهرة واخا صراحة ما عندها حتى شي معنى سوى كثرة الهضرة والبلا بلا الخاوية، ولكن الرباط بغات تحافظ على مكانتها القوية في هاد العلاقات مع باقي الدول الإفريقية والعربية، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هذا هو السبب علاش غادي الوفد المغربي حتى الجزائر غيمشيو لفرنسا، كما قلت لكم هي الاولى عاد يدوزوا للجزائر. اي والله يخرج هاد المشي على سلام. هذا هو اللي كاين الخوت، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديالي لايك، ضد في العديان واشتراك في القناة، وشكرا لكم.